في لحظة غريبة كده بتحصل لكل واحد فينا. بنكون في موقف عادي جدا، قاعدين مع أصحابنا، ماشيين في الشارع، أو حتى بنتكلم مع حد لأول مرة، وفجأة نحس إننا عشنا اللحظة دي قبل كده، بنفس الكلام، بنفس النظرة ونفس المكان، كأننا بنعيش إعادة المشهد اتعرض قبل كده في حياتنا. اللحظة دي اسمها ديجافو، ودي كلمة فرنسية معناها شفت قبل كده. بس السؤال هنا، ليه بنحس الإحساس ده؟ هل ده ليه تفسير علمي ولا دي حاجة غريبة؟ الديجافو هو إحساس لحظي بيحصل فجأة، بيخليك تحس إنك عايش موقف حصل قبل كده. الإحساس بيستمر ثواني بس بيخليك محتار. حوالي 60 ل 80% من الناس في العالم بيقولوا إنهم مروا بالديجافو مرة أو مرتين في حياتهم، يعني تقريبا كلنا عدينا بالموقف ده. الديجافو كان لغز لسنين طويلة، بس العلماء بدأوا يقربوا من فهمه في كذا تفسير، وهنستعرض أهمهم. أول حاجة، خلل مؤقت في الدماغ. الدماغ بيقسم المعلومات اللي بيستقبلها لقسمين، واحد للتخزين والتاني للإدراك اللحظي. أحيانا بيحصل خلل بسيط يخلي المعلومة تتسجل في الذاكرة الطويلة قبل ما تتسجل في القصيرة، فدماغك يفتكرها كأنها ذكرى مش بس تجربة جديدة. لكن دماغك بيقنعك إنك شفته قبل كده. الحاجة التانية بقى هو تشابه بين موقف جديد وموقف قديم. العقل بيحب يربط بين الحاجات، ممكن تكون ريحة، شكل المكان، او حتى نبرة صوت حد، شبه حاجة حصلت لك زمان وانت مش فاكرها، فالعقل يربط بين الموقفين ويحسسك انك عايش تاني. الحاجة التالتة هو تفسير الذاكرة الزائفة. احيانا مخك بيخلق ذكريات مش حقيقية، او بيخلط بين ذكريات قديمة وجديدة، يكون في الحقيقة مجرد وهم او تلاعب من الذاكرة. الحاجة رقم 4، في الفص الصدغي من الدماغ. العلماء اكتشفوا ان في جزء من الدماغ اسمه الفص الصدفي، مسؤول عن الاحساس بالذكريات. الناس اللي عندهم نشاط كهربائي غير منتظم في الجزء ده، زي مرضي الصرع مثلا، ممكن يحسوا بالديجافو بشكل متكرر. طب احنا لازم نقلق؟ الديجافو في اغلب الاحوال مش حاجة تدعو للقلق، لكن لو بتتكرر معاك بشكل مبالغ فيه، او بيجي معاه صداع شديد او فقدان للوعي، يبقى الافضل تزور طبيب اعصاب. لكن لو بيحصل احيانا ويعدي فده طبيعي، ما تقلقش يا معلم. الديجافو لحظة غامضة بتخلينا نحس ان عقلنا اعمق من مجرد جهاز بيخزن ذكريات، سواء كان سببه خلل بسيط في الدماغ او رسالة من الكون او حتى تجربة روحية. فهو بيفكرنا قد ايه العقل البشري معقد وساحر. فاكر اخر مرة حصل لك ديجافو؟